أصحابي صباح الخير عليكم، حلقة جديدة من حلقات شقاوتنا شقاوة شطار. يوم جديد، أصحاب جداد زي ما انتم شايفين، أصحاب جمال جدا هيشاركونا النهاردة في فقراتنا. خلونا نبتدي على طول دلوقتي فقراتنا وشقاوتنا شقاوة شطار. أصحابي وصلنا مع بعض دلوقتي لفقرة الكوكينج. في الكوكينج النهاردة مش هنعمل حاجة جديدة، لكن هنعمل الأكل اللي احنا بناكله كل يوم في وجبة الغداء بشكل جديد. النهاردة هيكون معايا أصحابي تيتي وآلاء، هما اللي هيساعدوني النهاردة بإننا نعمل الشكل الجميل اللي معانا. الأكل اللي معانا النهاردة الرز، ومعانا كمان الكفتة، ومعانا الخيار والجزر. ده الأكل اللي ماما بتقدمه لنا على الغداء. احنا النهاردة عايزين نعمل الغداء بتاعنا لكن بديكوريشن جميل كلنا نكون مبسوطين منه واحنا شايفينه قدامنا، ناكله واحنا مبسوطين. وده اللي احنا هنعمله مع بعض النهاردة. هنعمل الرز نحطه في الطبق ده ونعمل منه شكل الراس، وبعدين نعمل الشعر بالكفتة، وهنعمل العينين والودان والبق، وبعدين هنبدأ نزين الطبق بقى بتاعنا بالخيار الحلقات والجزر الحلقات عشان ندي شكل جميل. وفي نفس الوقت لما ناكل الاكل بتاعنا وناكل معاه خضار اكيد ده هيكون مفيد لينا جدا. طبعا تيتي وآلاء هيساعدوني، لكن خلوني ابتدي معاكم الاول واوريكم ازاي بنعمل الراس عن طريق الرز الدورية اللي احنا هنعملها مع بعض. اصحابي احنا كده خلصنا مع بعض الشكل اللي احنا عملناه، شكل الوش، الراس والعينين، المناخير،
البق والودان، وكمان عملنا الشعر زي ما احنا شايفين، وجملنا الطبق بالشكل النهائي ده. الرز احنا حطيناه في النص، الكفته كده، وعملنا العينين بالكفته والودان بالكفته، وعملنا البق بالبطاطس. كمان زينا بقى وحطينا خيار وجزر عشان يكون الوجبه متكامله. كده احنا خلصنا وجبه الغداء بتاعتنا. احنا مش عملناها، احنا بس حطيناها في الطبق وزيناها وخلينا عملنا ديكوريشن جميل يخلينا نفسنا مفتوحه على الاكل بتاعنا. كده خلصنا مع بعض فقره الكوكينج. كان معايا تيتي وكان معايا الاء، كنت مبسوطه ان هما معايا النهارده. خليكم معايا نروح لفقره تانية من فقرات شقاوتنا، شقاوة شطار. معاكم دلوقتي فقرة الهاند كرافت. والنهاردة في الهاند كرافت هنعمل حاجة جميلة هتعجب ماما جدا وهتتبسط مننا كلنا. هنعمل ايه النهاردة؟ هنعمل الشكل ده اللي هنستخدمه، نحط عليه اي حاجة سخنة عندنا. ممكن نعمل شكل اصغر من كده وممكن نعملها كبيرة. طبعا لما نعمل ده ونلونه ونوريه ماما اكيد هتكون مبسوطة بيه جدا، لاننا طبعا كده بنعمل لها حاجة جميلة تتحط في قلب البيت. كمان لما اي حد هيجيلنا من الضيوف هتقول لهم على طول ان احنا اللي عملناها بايدينا. ازاي هنعمل ده هقول لكم دلوقتي على طول، لكن خليني اقول لكم ان اصحابي اللي معايا النهارده تيتي وفنان هم اللي هيساعدوني وهم اللي هيلونوا بايديهم، وكمان هنعمل كل التفاصيل دي مع بعض. اللي احنا هنستخدمه مع بعض النهارده المشابك. احنا ممكن نستأذن ماما ناخد منها مشابك تكون هي مش محتاجه لها، ونبدأ بعد كده هقول لكم طبعا ازاي هنعمل بيها الشكل ده، سواء مشابك خشب او مشابك بلاستيك. احنا نعمل دلوقتي سامبل بالمشابك البلاستيك، لكن يفضل انها تكون خشب عشان لو حاجه سخنه تبقى سهل انها تتحط عليها. ممكن كمان نستخدم المشابك اللي بتتكسر مننا في البيت. ممكن ساعات ماما وهي بتنشر الغسيل تستخدم المشابك، ممكن المشبك يتكسر او يتعمل نصين. ممكن بعد كده نبدأ نلم الحاجات اللي احنا مش محتاجينها دي ونشتغل بيها مرة تانية. المشابك بتاعتنا دي هنعملها ازاي؟ هنعملها بمسدس شمع. طبعا مسدس الشمع ما ينفعش حد من اصحابي يستخدمه، فلازم ماما هي اللي تستخدمه او حد من اخواتنا الكبار. زي ما انا كده النهارده انا اللي هستخدمه عشان تيتي وكمان ما يستخدموش مسدس شمع وما يتلسعش ايديهم. خلونا نبتدي مع بعض دلوقتي على طول اوريكم ازاي بنعمل الشكل ده. انا هستخدم زي ما قلت لكم المشابك البلاستيك عشان نعمل سامبل، وهوريكم ازاي بنلزقهم على بعض. طبعا تيتي وبنان هيعملوا معايا، بس انا اللي هستخدم مسدس الشمع. وبعد ما نخلص كل ده هوريكم كمان ازاي هنبدأ نلونهم. خلينا نبتدي على طول. اوكي يلا.
اصحابي زي ما شفنا كده مع بعض خلصنا الشكل بتاعنا الجميل اللي قلنا لكم عليه من البدايه. استخدمنا المشابك البلاستيك، استاذنا ماما في المشابك اللي هي مش عايزاها او المشابك اللي اتكسر منها وباقي عندنا بواقي بس، عملنا منها شكل جميل. نقدر ان احنا دلوقتي طبعا عشان دي مشابك بلاستيك لما نحطها عندنا نحط عليها بقى الكوبايه بتاعتنا، نحط عليها الطبق بتاعنا، لكن لما هنحط عليها حاجه سخنه نحطها على واحده تكون معموله بالمشابك الخشب زي اللي احنا قلنا لكم عليها في البدايه وعملناها. طيب دي بقى المفروض ان احنا نلونها، عشان كده اصحابي بنان وتيتي لابسين اللبس بتاع التلوين عشان ما يوسخوش هدومهم من البدايه، وهم جاهزين جدا ان هم يلونوا. وكمان بفكركم احنا هنلزق المشابك دي بمسدس الشمع، فاذا ما ينفعش اصحابي صغيرين يستخدموا مسدس الشمع ابدا، ممكن يستخدموا القوه، ممكن ده يلزق معاهم بسهوله عشان يكون امان عليهم. لكن مسدس الشمع لازم حد كبير هو اللي يستخدمه. اصحابنا الكبار ممكن يستخدموه وياخدوا حذرهم كويس جدا، او نخلي بابا ماما اي حد كبير يقعد معانا عشان يلزقوا بايديه. خلصت دي هنسيبها كده ونبتدي مع بعض نلون بقى الخشب اللي احنا عملناها. نشيل المشابك البلاستيك ونحط بقى اي حاجة عشان لما تيجي تتلون دي هتنزل طبعا الوان. احنا مش عايزين نوسخ اي حاجه عشان ما نزعلش ماما في البيت وعشان ما نزعلش الميس بتاعتنا في الكلاس، فبالتالي احنا هنحط حاجه تحتيها وبعدين نبدا بقى بالالوان الميه، الالوان المصرح بيها ان الاطفال يستخدموها عشان تبقى امان علينا، ما تأذيناش ابدا. هنستخدمها ونجيب الفرشه وبعدين نبدا نلون عشان نعمل شكل جميل يكون لون المكان اللي احنا هنحطه فيه، هيبقى شكله في نفس الوقت احنا هنستخدمه عشان الحاجات السخنه وفي نفس الوقت هيكون ديكوريشن جميل. خلونا نبتدي بقى مع بنان وتيتي ونشوف ازاي هيلونوا لنا الشكل ده، هيخلوه لنا عامل ازاي. خلينا نبتدي على طول. احنا كده لونا الشكل اللي كان معانا. تيتي عملت اللون الازرق البلو وبنان عملت اللون البينك، بقى شكله حلو قوي، واللونين كمان لايقين على بعض. ممكن ندخل فيه 3 الوان، ممكن نعمل كل مشبك بلون، بقى شكله برضو حلو جدا. وده هيفرق معانا حسب الديكوريشن اللي احنا نحط فيه. ده عشان خشب نقدر نحط عليه اي حاجه سخنه، سهل جدا ان احنا نعمله. وطبعا زي ما قلنا هنستأذن ماما في الحاجه قبل ما نستخدمها. خلصنا مع بعض فقره الهاند كرافت، خلصنا مع تيتي ومع بنات. كنت مبسوطه ان هم كانوا معايا النهارده وكانوا معايا في فقرتنا دي. خليكم معانا، نروح دلوقتي لفقره تانية من فقرات شقاوتنا، شقاوة شطار.
أصحابي احنا معاكم دلوقتي في فقرة القصة، والنهاردة في قصتنا هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهنستفيد معلومات مهمة أكتر وأكتر. معايا كمان أصحابي مريم ومالك، هما اللي هيكونوا معايا وهيشاركوني في قصتنا الجميلة. القصة بتاعتنا النهاردة بتاعت ماجد وأدواته الحزينة. ايه حكاية ماجد وليه الأدوات بتاعته أدوات حزينة؟ ده اللي احنا هنعرفه مع بعض دلوقتي على طول. خلينا نبتدي ونشوف حكاية ماجد ايه. في يوم من الأيام مامة ماجد جابت له مقلمة جديدة، وعشان كان هو مشترك في مسابقة الرسم اللي هتعملها المدرسة، حبت تجيب له كل الأدوات الجديدة وتحطها كمان في المقلمة بتاعته. لكن ماجد لما أخد الأدوات بتاعته من المقلمة فضل يلعب بيها وقعد يعمل فيها حاجات كتير جدا ويسيء معاملة الأدوات دي لغاية لما نام من كتر التعب. فقررت الأدوات إن هي تشتكي ماجد واللي عملوا فيها. إيه اللي حصل؟ القلم قال إن ماجد فضل يلعب بيه ويكسر في السنون بتاعته في البراية مرة على مرة لغاية لما بقى قصير جدا جدا. شايفين القلم؟ شايفه يا ملك؟ شايفه يا مريم؟ القلم بقى قصير جدا جدا. وبعد كده المسطرة قالت إن هي انحنت وفضلت الطرف بتاعها بقى متعرج كده بسبب ان ماجد بيلعب بيها وبيعمل بيها كده على الحيطان، فما بقتش مستوية خالص وبقت زعلانة جدا ومتضايقة. طيب اما بقى البراية قالت ان الشفرة بتاعتها ما بقتش حادة وما بقتش قوية عشان تعرف تبري القلم كويس، بسبب ان ماجد فضل يستخدمها كتير 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 من غير ما يكون محتاجها. اما بقى البرجل ده اللي بنستخدمه بقى ان احنا نرسم دايرة. برجل قال ان فضل ماجد يرميه على الارض ويلعب بيه لحد ما السن بتاعه انحنى وما بقاش قادر ان هو يرسم الدايرة زي ما المفروض يعمل. طيب ايه اللي حصل بقى؟ الصبح يوم المسابقة قام ماجد واخد ادواته وشنطته وراح على المدرسة، لكن راح متأخر وهو متعود ان هو يروح متأخر على مدرسته. دي طبعا حاجة غلط جدا جدا، والمفروض مفيش حد فينا يتأخر على المواعيد بتاعته. وفضل ماشي وسط الشارع وما احترمش ابدا اشارات المرور اللي موجودة، وفضل ماشي ومش همه اي حاجة. راح المدرسة وبدأت المسابقة. حاول ماجد ان هو يرسم بالقلم، لكن القلم كان قصير جدا فالورقة اللي كان بيرسم فيها اتوسخت. طيب وبعد كده قرر ان هو ينظف الورقة ومسك الاستيكة عشان ينظف، لكن الاستيكة ما كانتش نظيفة فالورقة اتوسخت اكتر. واصحابه كلهم وزمايله اللي معاه بدأوا ان هم يبصوا واستغربوا جدا. حاول ماجد ان هو يبري القلم لكن ما قدرش، لان شفرة البراية ما كانتش حادة وما قدرتش ان هي تبري القلم. وبدأت المسابقة وقتها يخلص وبدأت المسابقة وقتها كمان ينتهي. طب ايه اللي حصل؟ خلصت المسابقة وخرج ماجد وهو عمال يعيط وهو ندمان جدا، وتعلم ان هو يحافظ بعد كده على كل الحاجات اللي معاه. خلصت الحكاية بتاعتنا، حكاية ماجد وأدواته الحزينة، وتعلمنا منها حاجات مهمة جدا. ان اي حاجة عندنا، اي حاجة من ادواتنا من لبسنا، اي حاجة عندنا بتاعتنا لازم نهتم بيها كويس جدا. لازم نراعي ان الحاجات دي ليها اوقات نستخدمها فيها. ممكن نستخدم القلم في الوقت اللي احنا عايزين نكتب فيه او نرسم بيه، لكن ما ينفعش نستخدمه غير كده. ما ينفعش ان احنا نستخدم اي حاجة بطريقة غير صحيحة. لازم نكون منظمين، لازم نحترم مواعيدنا. وبالتالي ماجد لو كان قدر ان هو يحافظ على كل حاجة من البداية، اكيد ده كان هيظهر على كل حاجة. واحنا صغيرين لما بنتعود ان احنا نحافظ على الحاجات بتاعتنا، البراية، المسطرة، الاستيكة، الحاجات بتاعتنا اللي احنا نستخدمها، شنطة مدرستنا، كل الحاجات دي نتعود بعد كده لما نكبر ان احنا نحافظ على حاجات اكتر. خلينا ناس مسؤولين، خلينا شخصيات الناس كلها بتحبها وبتحترمها. لما نشتغل اكيد هنحافظ على المكتب بتاعنا، هنحافظ على الحاجات اللي احنا مسؤولين عنها. لما كمان يكون عندنا بيت خاص بينا او في بيتنا كمان واحنا قاعدين، هنحافظ على كل حاجة. الكوباية بتاعتي، الطبق بتاعي، مفيش حاجة هتتكسر، مفيش حاجة هتقع مني. هحافظ على كل الاجهزة اللي موجودة.
في حاجات كتير جدا في حياتنا لما بنتعود من واحنا صغيرين ان احنا نحافظ على الحاجة بتاعتنا، بنكبر واحنا عندنا احساس بالمسؤولية عن كل حاجة حوالينا. كده خلصت حكايتنا، حكاية ماجد والادوات الحزينة، وتعلمنا منها طبعا حاجة مهمة جدا. وكنت مبسوطة ان مريم ومالك كانوا معايا، انبسطت جدا ان هما كانوا معايا النهاردة. خلصنا كده فقرتنا، خلينا نقول لاصحابنا باي باي. يلا يا مريم قولوا لهم باي باي. يلا شورى، يلا يا مالك، باي باي يا اصحابي. كده خلصت كل الفقرات اللي كانت معانا النهارده، وخلصت كمان شقوتنا. اصحابي اللي معايا دلوقتي قبل ما نسيبكم هقول لكم كلهم باي باي. يلا نقول لهم باي باي. باي باي يا اصحابي.